بخصوص الناس اللي كانت بتسأل في التعليقات وبتبعت لي في الرسائل، هل في حاجة نقدر نبدأها بحدود ال 5000 جنيه؟ عايز اقول لك في. ده ايه هي وهنعملها ازاي؟ هي التجارة اونلاين. طبعا في ناس منكم دلوقتي هيقولوا يا عم اشبعنا هاري من المصطلح ده. عايز اقول لك ما تقلقش، لان كعادتنا هقول لك على كل الخطوات اللي هتمشي عليها بالتفصيل من البداية للنهاية. زي ابدا على المنصة، ازاي انتشر على المنصة بسرعة، ازاي احدد المجال اللي اقدر اشتغل فيه، ازاي اجيب الاسعار واحتاج ال 5000 جنيه في ايه وهقسمهم ازاي. يا اخي ده انت حتى لو مش عارف هتجيب صور المنتجات منين، فانا برضه هوضح لك الحل. خد بقى الاصعب من كده، ده انت حتى لو مش بتعرف تكتب بوستات ولا تعمل فيديوهات للمنتجات بتاعتك، فانا برضه جايب لك الحلول وغيرهم كمان من الخطوات اللي ممكن تحتاجها في المشوار زي ده. طيب فين كل ده يا عم طه؟ اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعالى كمل معايا الفيديو وانا هحكي لك. نبدا مع اول سؤال، وهو ايه المنصه اللي اقدر ابدا عليها وازاي انتشر عليها بسرعه؟ بص، احنا هنشتغل على كل المنصات، ولكن وركز معايا قوي في ولكن ده، هنميز منصه منهم عن الباقي. بمعنى هنعمل عرض للمنتج سواء بوست مكتوب او فيديو للمنتج، ويا ريت لو نركز اكتر مع الفيديوهات لان النتائج بتاعتها بتكون احسن بكتير. وننشره في كل المنصات الا منصه واحده، ودي هنعمل عليها ترويج مدفوع للشغل اللي بنزله في البدايه. ومن وجهه نظري التيك توك هو افضل اختيار، لانه اكتر منصه تقدر عليها تاخد اكبر انتشار باقل سعر. بس في تركيزه صغيره وانت بتعمل الاعلان على التيك توك، خلي الغرض من الاعلان زياده عدد المتابعين، لان ده بيعرض فيديوهاتك على ناس ما شافتش القناه بتاعتك قبل كده. والميزه في اعلانات التيك توك انك تقدر تبدا حمله اعلانيه الميزانيه بتاعتها تبدا معاك من 20 جنيه. نروح لتاني نقطه، وهي اجيب اسعار البضاعه من فين. بص يا غالي، اغلبيه تجار الجمله في الفتره الاخيره بقوا يحاولوا بقدر الامكان يعملوا جروبات مجمعه، وبالاخص على التليجرام، وبينزلوا عليها كل الشغل بتاعهم بالاسعار كمان. والموضوع ده مش في مجال واحد، لا ده في مجالات كتير قوي. انا عن نفسي معايا جروبات كتير قوي في كل المجالات اللي اشتغلت فيها، سواء الادوات المنزليه او المكياجات او اللانجيري. واي حد محتاج الجروبات دي هتلاقيني مجمعهم لك كلهم في لينك واحد على التليجرام، هتلاقيني سايبه لك في الوصف او في اول تعليق. ومحدش يجي يقول لي انت معاك الجروبات دي لانك اشتغلت في المجالات دي. هقول لحضرتك لا، انا وصلت لاغلبيه الجروبات دي من قبل ما ابدا في اي مجال اصلا. كل الموضوع اني تعبت نفسي في البحث شويه لحد ما وصلت لهم. فلو حضرتك قررت تشتغل في اي مجال من الثلاثه اللي انا لسه قايلهم، فدول جروباتهم موجوده. اما لو هتشتغل في اي مجال تاني فدور او حاول تبعت لي، وانا باذن الله لو اي مجال اتطلب مني وعرفت اوصل فيه لجروبات هزودها لكم على اللينك. تعالى بقى اقول لك ازاي تقدر تكتب بوستات او تعمل فيديوهات. ومن قبل ما تقول لي لا بعرف اكتب ولا بعرف اعمل فيديوهات، فعايز اقول لك ما تقلقش. شفت انت الجروبات اللي بيجيب منها على الاسعار، هي عليها البوستات والصور جاهزه، هتاخدها وتعدل عليها بطريقتك. ويا سلام لو تتعب حالك شويه وتتعلم اساسيات المونتاج وتحول البوستات والصور دي لفيديوهات بتشرح فيها للمتابعين ايه الاستفاده اللي هياخدوها من المنتج ده. مره ورا مره هتلاقي نفسك بتحترف الموضوع وهيبقى اسهل بالنسبه لك بكتير. وعايز اقول لك ان الخطوه دي تكاد تكون هي الاهم في المشوار بتاعنا كله، وملهاش قاعده ثابته تمشي عليها، دي على حسب ذوقك وابداعك. نروح لاخر نقطه، وهي هنحتاج ال 5000 جنيه في ايه وهنقسمهم ازاي. هناخد حوالي 1000 جنيه نعمل بيهم اعلانات لحد ما صفحتنا تكبر باذن الله، والباقي هتجيب بيه البضاعه اللي هتطلب منك. باقي نقطه واحده، وهي ازاي المنتج يوصل للعميل، ودي ليها موقفين. الاول ان العميل يكون قريب منك فانت اللي هتوصله بنفسك، والتاني ان العميل يكون ساكن بعيد عنك او في محافظه تانيه، ودي ليها اكتر من حل. زي انك ممكن تشحنه عن طريق البريد المصري، ودي بتشحن فيها بالاوردر، او انك تشوف شركه شحن ويفضل انها تكون قريبه من محل سكنك، ولما يطلب منك اوردر هتغلفه وتبعته مع شركه الشحن. بس لازم تكون في البدايه متفق مع شركه الشحن على كل حاجه، وتعرف منهم اسعار الشحن لكل محافظه كام. دي بقى تركايه عايز اقول لك عليها، وهي انك لازم ترد على العملاء في اقرب وقت، لان ده بيدي انطباع كويس في البدايه. ولازم تكون عارف ان في ناس مؤذيه وخلاص، هتلاقيهم داخلين يتريقوا ويكتبوا كومنتات سخيفه، فلازم يكون ردك كويس جدا ودبلوماسي. كده انا خلصت كل اللي عندي وشرحت لك كل الحاجات المهمه اللي محتاجها عشان تبدا في مشروع زي ده. يا ريت بقى تدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو الفيديو والمعلومات عجبتك، واستنى فيديوهات جايه افيد بكتير. ولو عندك اي حاجه عاوز تسالنا بخصوصها في المشاريع اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليها قريب باذن الله. سلام.